قفوا على هذه الصفة، ولا تتصور يا عبد الله أن هذه الصفة هي هينة على الله. هذه الصفة في غاية الخطورة، لا يسلم منها أحد. الخصوم، الفجور عند الخصوم، أي عند النزاعات. اعلم يا عبد الله أن الوقت يفوت، أن الوقت يفوت، والأجل موقوت، والإقامة محدودة، والأيام معدودة. أنت في هذه الدنيا إقامة، وستنتهي هذه الإقامة. يا عبد الله، أن النزاع الذي يقع بين الناس هو أمر لا محالة منه. إن النزاع والخصومات التي تقع بين الناس هو أمر لا منص منه. وأول ما تغير الحال على وجه هذه البسيطة هو بقتل قابيل أخوه هابيل. منذ ذلك اليوم بدأت النزاعات وبدأت الخصومات. فالخصومات بين الناس والنزاعات بين الناس أمر لا منص منه. وإن من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليل ما هم. ولذلك جاءت الشريعة لتقف أمام هذه الصفة، لأن في الخصومات يقع الفجور، وإذا وقع الفجور خرج عن طريق الحق وعن جادة الصواب، ويظن أن الحق معه والباطل ليس له، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية أخرى وهي التي تعنينا: وإذا خاصم فجر. تجد كثير من الناس إذا وقع الخصوم ما بينه وبين غيره تجده يخرج عن جادة الصواب، وتجده يرفع صوته ويتلذذ بالسب والشتم ويظن أن الحق معه. واعلم علم يقين أنه لا يوجد في هذا الكون أعظم من الأنبياء لاقوا ما لاقوا من قومهم، ولكنهم ما يوم من الأيام نبي شتم قومه أو سب قومه. وفي رواية أن موسى قال لفرعون: يا فرعون، إنك تعلم أن هذه الآيات من آيات الله، ولكني أراك يا فرعون مثبورا. فوبخه الله. مجرد قال موسى لفرعون: إني أراك مثبورا، خمل، فعاتبه الله. عاتب موسى من عشر طاغية. إذن تجد عامة الناس وكثير من الناس، ولو نظرت إلى عامة الناس تجد أنه يسب ويشتم
وتجد عامة الناس أمور أشكالا وألوان، حتى ظن الناس أن السب والشتم ثقافة، ولا يتصور أن هذا الأمر في غاية الخطورة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاصم ويعلم، من خاصم على الباطل وهو يعلمه فهو ما زال في سخط الله حتى ينزع. من تشاجر وتخاصم مع الناس وهو يعلم أنه على باطل والحق ليس معه، ما زال في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يرجع. وعن ابن المبارك رضي الله عنه قيل له: صف لنا حسن الخلق بكلمة واحدة. قال لهم: ترك الغضب. ترك الغضب. تجد إذا وقعت خصومة ما بينه وما بين الناس، أو ما بين زيد بن عمرو، أو ما بين زيد أو عمرو، تجده يهتك ستره ويذكر الماضي والحاضر. تجده فاجر لا يقف على حد، يتلذذ بالسب والشتم والطعن وأكل بالأعراض، ولا يقف على هذا الحد. إذا تشاجر ما بين شخص تجده يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دخل الله بينكما وما دخل النبي بينكما. يسب الله ويسب الرسول ويسب المذاهب، ثم يطعن في الأنساب. تجده فاحش بذيء خرج عن جادة الصواب. والله ثم والله لو قرأت سير المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يسبون، يعني ما أبدا بتة لا يعرفون السب ولا الشتم. يعني صلاة مكة كان واحد أول ما يقول هيك يسوي لأمك، هيك يسوي لأختك، هيك يسوي ما عاد ما السوالف. أقصى ما يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: ساحر، مجنون. والله عم زي إذا تركتنك وتقول لي ساحر، والله لا مفيوته. أو أنت تركتنك وتقول لي معود روح أنت خبل أو مجنون، والله ماكو سمعتها. ولكنه يصبح يتلذذ بالسب والشتم وطعن في الأعراض وفي الأجداد وفي الأفخاذ وفي الأنساب. هذا وإن دل فإنما يدل على خبث سريرته. أما تجد الطيب كالجبل الأشم، كالثمرة كلما رجمت تساقط منها ثمر طيب. تجده لا يسب ولا يشتم ولا يرفع صوته. الغضب هو مجمع الشر. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. سألوا ثلاث. انظر إلى حرص الصحابة. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. ثم قال: أوصني، يعني أنه بعد وصيني. قال: لا تغضب. قال: بعد أنه بصيني غيرها. قال: لا تغضب. والعاقل إذا غضب لا يخرج عن الحق، لا يخرج عن الحق ولا يخرج عن جادة الصواب. لا يطعن ولا يسب ولا يشتم. وانظر إلى هذا الكلام الطيب، كلام في غاية الروعة والجمال، ربما تتفاجأ. يقول ابن القيم رحمه الله: اسمع،
قلتها في جمعة قد مضت: ما من أحد يقف بين يدي الله، ما من أحد يقف بين يدي الله إلا وله ذنب. خليها بالك، ما من أحد يقف بين يدي الله يوم القيامة إلا وله ذنب. يقول ابن القيم كلام في غاية الروعة والجمال، يقول إن الله، عندما ذكرت لك هذا الكلام، ما من إنسان إلا وقف بين يدي الله. انظر إلى حساب الله لعبده، اسمع. يقول ابن القيم إن الله لا يحاسب العبد، إن الله لا يحاسب العبد يوم القيامة كما يحاسب العبد كما يحاسب نفسه ما بين الناس. أوضح لك الصورة؟ يعني شو أنت معاملتك بين الناس؟ الله عز وجل باشر يوم القيامة من تقول بين يديه عاملك مثل ما عاملت الناس. تحب الناس يحبك الله عز وجل، تبغض الناس يبغضك، تطعن بهم يطعنك، تصفح عنهم يصفح الله عنك، تسامحهم يسامحك الله. كلام في غاية الروعة والجمال، والجزاء من جنس العمل. وأختتم في هذه القصة الجميلة لأن الأمر لا يستدعي الإطالة. عن عبد الله عن مسعود الهمداني من خيار التابعين، من أئمة التابعين، دائما كان يصفح عن الناس إذا سبوه أو شتموه أو اغتابوه. جاء واحد قال لك والله أنا اغتابيتك، كان يصفح عن الناس، لا يبالي. هذا ليس جبنا وهذا ليس ضعفا. ليس اللئيم بسيد قومه، ليس اللئيم بسيد قومه، إنما يسود قومه المتغابي الذي لا يبالي، يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخاف يوما يوضع في صندوق عمله، يخاف يوما عندما تتطاير الصحف، يخاف يوما عندما يثقل الميزان، يخاف يوما عند عبور الصراط، يخاف يوما تشيب فيه الولدان. تجد الفاجر إذا خاصم صاحب الدين والخلق لا يسب ولا يشتم، يظن أن الحق مع الفاجر ما دام أن ألزم نفسه بالصمت. واللئيم إذا جاوبته بصمتك قتلته، موته، بس اسكت. وتكلمنا في جمعة قد مضت عن الصمت، خلق الصمت أبكما. عن مسعود الهمداني رضي الله عنه كان كثير الصفح، لا يبالي، يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلما مات فإذا جاء الناس عليه اغتابوه ويطلبون من الصفح، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم الماضي لا يذكر. يعني احنا قلنا فيوته، مو صحيح؟ احنا قلنا فيوته، الماضي لا يذكر. فلما مات رؤي في المنام فقيل له ما صنع الله بك؟ قال لهم لقد أوقفني الله أمامه، ولما حاسبني قال لي الكلمة التي كنت أقولها في الدنيا. ماذا قال لك الله وماذا صنع بك؟ قال أوقفني الله عز وجل أمامه وقال لي يا مسعود الماضي لا يذكر، أقولها لك اليوم تحت عرشي كما كنت تقولها لعبادي. ويا فوز المستغفرين، استغفر الله.